Ladies and gentlemen, مجيد عوض. How do you do? Great. عرفنا عن نفسك. مجيد عوض طبعا متزوج، الله يرزقنا بعد واحد. انا بقابلني عندي ولدين وبنت. طبعا يسموني ابو علي. يمكن تقول فضولي، ما ادري، عندي كنت اشتغل في بنك وكنت اتابع الاشياء الطب البديل اللي هو اعشاب. من متى انت مهتم في الطب البديل؟ والله من فتره طويله صادني شيء، كنت اروح حق الاطباء هني، حتى رحت خارج البحرين ما حصلت علاج. قعدت فكرت وحصلت الحل بروحي. اوكي. من خلال الاعشاب، وحلت المشكله في خلال يوم واحد. هاي خلاني شجعني علشان اتابع وابحث واجرب اتعلم. شلون تعلمت الشيء؟ شلون تطورت في الشيء؟ طورت في بحوثات، في قراءه، في اطلاع، في تجربه، اجرب على نفسي قبل ما اعطيها. في مثل بعد يقولون التجربة خير برهان. ايوه. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. يعني طبعا طب الدراسه اهم من خبره، ولكن خبره بعد هو مهم. اذا واحد ما درس ولكن خبير قد يكون احسن من اللي دارس ما عنده خبره. وهاي السيتويشن اللي احنا عندنا. يعني انا شخصيا نفس ما قلت في البدايه، عندي ان مجيد خبرته تكفي انه يكون دكتور، بس طبعا ما بيصير هاي الشيء بدون شهاده. ليش ما درست في الجامعه؟ والله ظروف زمان ما كان يسمح لي ادش في جامعه. ظروف صعب كان شوي، قد يكون ماديا، قد يكون شيء ثاني، ولكن ما وصل. ظروف. وقبل ترى مو سهل نفس الحين، صح؟ اكيد صعب كان. اذا الله لا يقول مرض تراجع الدكتور ولا تحاول تحل الموضوع بنفسك؟ تقريبا اقدر اقول لك 99% لا، ما اروح دكتور، الا اذا كان مثلا فيروس جديد فيني مالي حل اروح حق دكتور. يعني ما في غرور انه لا ليش اروح حق الدكتور؟ لا 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 لا، الدكتور ضروري واحد يروح، ولكن انا ما اشوف روحي. ليش اقول لك وقاية خير من علاج؟ صح. هاي الشعار معروف ان مجيد يستخدم هاي الشعار. نعم. لا ما استخدم دهون واجد عشان لا يصير لي كوليسترول. بالضبط. هاي مثال يعني. هذه انا قاعد اقول حق ناس، ولا ما اقول لهم انا دكتور، لا. انما بين واجد جو على صفحات شخصي سالوا اعطيتهم. وهل فادهم هاي الشيء؟ واجد اتصلوا واستفادوا، وفي بعضهم مباشر عالجتهم في اشياء ما ابغى اذكر، بما ان عجزوا اطباء عليه حتى خارج البحرين انا عالجتهم. مره من المرات مثلا كلمك احد ان على الاقل طبيب واحد ما قدر يساعده بس انت ساعدته وصار الشيء. والله كان شخص رقبته ما كان يقدر يفر. اوكي. قلت له ممكن انا اساعدك اعالجه. اوكي. خاف، قال ودي مستشفى. قلت شوف يا عمي، بياخذون عليك اكسر ما بين فقره هذه وهاي الفقره، مشكله صار كومبريسيف. اوكي هاي بسيط عندي. ما صدق. طبيب طلع قال انتم في هاي الفقره كذي وكذي. قال صديقي قال لي انا الحين ما اعالجك الا خاسرك 200. قال لك دكتور عطى هاي الابرتين، فلان ابره وفلان، خليه يرتاح شوي واكتب له الحبوب. طالعني قال لي صديقك كلامه صح. لا قال كلامه، لكن انا مو متخصص، بكره تعال حق متخصص. زين سويت فيه. ان شاء الله يشوف الفيديو اكو قاعد يتكلم عليك. ايوه شفت شلون؟ لو سامع كلامه مو احسن لك. انا ادري. زين مجيد، اذا احد ياك وقال لك ترى انا كذي فيني، كونك ما عندك شهاده، شو تجاوبه؟ لازم اول انا اساله مثلا أوكي. هل ياخذ حبوب ضغط عالي، هل في سكر، هل في يعني تتاكد من السيتويشن اللي هو فيه. اتاكد علشان الوصفه اللي اقدر اقول له اعطيه ياخذ ما يضره. ثاني شيء انا افضل يروح دكتور. هل تقول لهم؟ اي دائما اقول لهم انا افضل يروحون طبيب، لان انا مو طبيب روحوا، ولكن انا اقول هذه المرض هاي دواء ماله، مو بشرط كل واحد نفس الدواء ياخذ. بما ان هذه مفيد، وايد مفيد هاي حبة رشاد، يحمي الجسم من عدة امراض السرطان. في نفس الوقت يجيب سرطان اذا سوء استفادة صار. يعني ازيد من 5 جرام انت استعملته في اليوم ممكن ينقلب عليك يصيرك سرطان. اوكي. فلذا انت خاصة اعشاب، لا تفكر ان الاعشاب يفيد ما يضر، لا. هاي الشيء انا ما كنت اعرفه. لا يضر. اعشاب اذا استخدم سوء استفاده او استخدام مضرته ازيد من اللي يعطيك طبيب. ليش فتحت لك انستغرام؟ هل انت متملل؟ ما عندك شغله؟ شنو السبب؟ من غير سبب فتحته مثل ما يفتحون الناس.
بعدين فكرت ان ممكن واحد يوصل معلومة او اي شيء الناس يستفيدون منه. اوكي. انا شفت عالم على الانستغرام. بس في البدايه انت ما بغيت تستفيد ولا تفيد؟ لا ما كان في على بالي، بس كانوا يتصلون فيني فقلت ليش ما اروح دايركت في الانستغرام عشان غير بعد يستفيد. اوكي. مو فقط مال الفريق يجوني ولا فلان وفلان. اوكي، يعني انت كانوا يجون لك من قبل لا تفتح لك حساب انستغرام. اي قبل. بس انت شنو كان عاجبك وقت اللي كنت مزوح وتتغشمر ويا الناس؟ لا عجبني يوم شفت الناس مهتمين في الموضوع. ليش؟ لان انت تحب اوريدي هاي الشيء، صح؟ احب هذا الشيء، وثاني شيء واحد لازم يفيد الناس. انت تعرف شيء ما تعلم غيرك ما في فايده. صح. انا باكر اموت دود ياكلني. هذا اذا اكلني. ترى في شيء انا شخصيا ضايقني. شنو؟ ان انت سكرت حسابك. اوكي. اول شيء قول لي ليش سكت، بعدين ليش فتحته مره ثانيه. انا غلطت لما بنت. في الواقع في ناس اتهموني اتهام باطل. اوكي، طبعا انا بعد بني ادم. صح. بس اجي اتحمل، لازم اتحمل. اذا اسوي هالبرنامج لازم اتحمل اشياء واخس. يعني الناس بيكونون ضدك، ناس اللي بيطنزون. اي يطنزون غير وغير، لكن بعد صادني قهر. هذا بيغطي انا المطنزه، انا اتحمله. انا اتحمل مطنزه يطنزون، بس مو اتهام. يعني انت كانوا متهمينك على شيء؟ اوكي. دكتور اتصل فيني للاسف قال لي انت قاعد تنزل معلومات غلط. اوكي، انا اليوم بنزل لك نفس المعلومات، اطالع من جامعه امريكيه او من وين تبغي انزل لك. طلعت من جامعه يعني قصدك انه بجيب لك اثبات ان كلامي صح؟ كلامي صح. جبت المعلومات وقلت تعال ناقشني. بعدين اللي شفت نزلت له ما بعد ما اتصل. الحين عن حسابك اللي فتحته، خلاص بتخليه مفتوح وبرايفت بيكون ولا؟ لا عام بخليه، بس برتب يعني امور شوي مو مثل قبل. كل اسبوع اخلي على الاقل برنامج حق شيء واحد. الاسبوع يعني قصدك اسبوع كامل بس عن مرض واحد، مثلا مرض ناس يسالونك. أيوه. وتجاوبهم. اما اذا في شيء ثاني في شخص عندي يروح في برايفت يقط سؤاله، ما في مشكله. عشان تخليه حق الاسبوع الجاي. ممكن الاسبوع الجاي ممكن ارد عليه في نفس الوقت. اوكي. السنس اوف هيومر اللي فيك احس بيختفي، هل هاي الشيء صح؟ لا انا شخصيتي ما غيره من يوم صغير ليوم لا اموت. لا اموت، هاي لازم تعرف. مشكلتي هاي لساني قرقر بروح يطلع، انا اسكت هو يتحكى. مو خليني في بالي. هو يسكت بس هنا لساني ما يسكت. هاي المشكلة. انزين، الحين بتشوفون فيديو عمل من اعمال الاستاذ مجيد. قلت لكم اللي يبغي ينظف كبد ماله. شلون تنظف كبد ماله؟ تحتاج 3 أو 4 مرات في السنة. يكفي 3 مرات بعد يكفي. تشوف روحك شلون تصير خفيف ونظيف. هاي السموم والدهون اللي يتجمع حول الكبد يسبب لك عدة مشاكل. فيسأل شلون الخلطة. هاي خلطة مثلا، هاي جلاس، خلي ربع خالي هني من هني لهني فريش اورنج. هذه ربع جلاس زيت زيتون نقي، يكون ملعقة كبير من الزنجبيل اللي هو مطحون، قصدي قبشة مطحون من ثوم. تشربه قبل الريوق مرة وفي الليل مرة. 3 أيام فقط كل 3 أشهر. اوكي، انا ادري. هاي نبذة من اعماله، ان شاء الله ما توقف هاي الاعمال يا استاذ مجيد. ان شاء الله. قاعد تفكر استاذ مجيد؟ لا افكر. لأن قالوا لي ازرع الشعر، انا اشوف مخباي خالي. انا ما ادري اي واحد اعترسه شعري ولا مخباي. اي سؤال يجيك لازم تجاوبه ان شاء الله. اقدر اقص عليك بعد؟ لا ما تقص علينا. شفت شلون؟ وما يصير انت كله تقول صج. الله خلق نار وجنه، اذا انت ما تكذب هذه ما يكذب، ما حد يروح نار. ما يصير له. انا بغيت اقول له بس ما بسألك، بس كلامه ومثاله عشان اثبت لكم وجود الله لازم اتكذب عشان اروح نار. لا اقدر اقول لك اختار بطاقه. تفضل. What is your biggest regret? Well, regret. There is so many people. My Arabic language quite broken. They make fun, and I don't know. I told them, even though you just take whatever is your benefit and leave whatever you and leave whatever bad. I'm not forcing anyone to take my advice or my opinion. هاي الشيء ترى ضايقني وايد.
الرجال كان متعب روحه مضيع وقته ويعطيكم انفورميشن. واحد جاي وما اظن رجال عود، كان يمكن واحد صغير اولا اكبر منك جاي تتطنس. عدة اشخاص حتى اكبر واصغر انستغرام وقتها دقيقة طبعا. هاي دقيقة ياخذ لي انا ساعات وساعات لين احصل هالمعلومة، اقصر اسوي دقيقة اعطيه ومرتاح قاعد يسمع ويستفيد. يا جماعة اذا الشيء مو عاجبك لا تحط كومنت، انفولو، عطى انفولو مو مشكلة، بس لا تقعد تتطنس ما يحتاج ترى. I don't think it's a nice point. نختار شيء ثاني. موديني هني بتعبني هني. انا ادري. How many languages do you speak? About 5. 5 languages. I think so, yes. عربي، Okay. فارسي، Okay. انجليزي، Okay. فرنساوي، Okay. اردو. عطنا شيء فرنسي. عطني نصيحة بالفرنسي. الفرنساوي. دي للجمهور. دي من الطاق بلوك جامي. دي من الطاق بلوك جامي. 10 minutes late better than never. Je m'appelle Ronaldo. Toi? Oh, moi, je suis monsieur Miller. سي سينيور. طلابي. ايش دخل سنيور؟ الحين بقول لك سؤال عشان نخلص برنامجنا. اتفضل، خذ هذه محلي يعني. Any bad habits you have but you don't like? Well, really, yes. I'm talking too much. As a chatterbox because I disturb some people. When I talk a lot, some people doesn't like it. This is my habit. I cannot control it. انزين، في ختام لقائنا للأسف الشديد والله I enjoyed it with you. Thank you. مجيد. Thank you. عطنا نصيحة ذهبية الشباب اللي قدك يعني. شباب. اي. واحد يقوم من الصبح يسخن ماي قلاص قبل الريو وقلاص قبل النوم. ليش؟ لما ماي يتسخن الهيدروجين ماله يجي فوق. اوكي. كل بلوكج اللي في الجسم الانسان في غولون وغير غولون ينفتح. هاي يحل عدة مشاكل. هاي طبعا انا من زمان قايل في انستغرام، توجه طالع من جامعة من بريطانيا ودكتور قايل ان الماي بارد لما تشربه على الاكل يعني مرض سرطان بطيء. في ختام لقائنا حبينا نشكر الأستاذ مجيد على حضوره و on his valuable information اللي عطانا. ولا تنسون يا جماعة كالعادة follow him، حطوا good comments or don't comment at all. إذا عندكم أي شيء personal أو سؤال you can just go to the private talk to him ask him وما بيقصر وياكم. عندك كلمة للمشجعين؟ مشجعين عندي كلمة اللي ما يشجعوني. أقول لهم لا تحترمون، احترموا نفسكم، اللي يحترم نفسه يحترم الناس. كلام سليم. Thank you very much for giving me your time. Take care. مجيد نسيت اخذ سيلفي. اصبر عطى سيلفي. أنا أدري.